هنعمل النهاردة محشي مشكل بإضافات بسيطة للخلطة بتخلي طعم المحشي في حتة تانية. هنعمل الخلطة المحشي الحلوة بتاعتنا. أنا بفرز التقلية بتاعت المحشي، عبارة عن بصلتين حلوين كده في أي مادة دهنية، بشوحهم لحد ما يديهم اللون الذهبي الحلو. بنزل عليهم بعصير الطماطم واسيبهم يتسبكوا، بديهم ملح وفلفل بس، وبشيلهم يتفرزوا في التلاجة. فأنا طلعت منهم شوية اهو. هبدأ اديهم بقى الاضافات الحلوة اللي هتخلي المحشي بتاعي تحفة. بديهم طماطمتين مبشورين، بصلاية مبشورة هدعكها بالملح والفلفل. ميكس الصلصة المتسبكة مع الني ده بيخلي طعم المحشي تحفة. هجيب فصين توم مع قرن فلفل اخضر، قرن فلفل احمر بارد او حامي حسب ما تحبي، بضيفهم برضو عليه بيخلوا الطعم روعة. هضيف الخضرة بتاعتي، عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. هقلبهم مع بعض كويس. بالشكل ده ريحة الخلطة كده خطيرة. هنزل عليهم ب3 كوبايات من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس. نقلتهم في طبق اكبر عشان الطبق كان صغير عليهم، دعكتهم كلهم بالشكل الحلو ده. خلطة المحشي دي كميتها ترجع لكمية الخضار اللي حضرتك هتحشيه. هضيف البهارات بتاعتي، عبارة عن معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل صغيرة، معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة بابريكا، معلقة شطة. ابدا اضيفهم عليه. في ناس بتحب تحط قرفة تحط نعناع، ده حسب راحتكم. في ناس كمان بتحط ال7 بهارات، دي حاجة ترجع لكم. انا دي توابل المحشي اللي انا بحطها تخلي المحشي روعة. وكمان حاطة مكعب مرقة خضروات على الخلطة. هضيف الزيت، معلقتين 3 زيت بالشكل ده، واقلبهم كويس كده. جبت تشكيلة حلوة من المحشي بتاعي، كوسة وبتنجان وفلفل. غسلتهم كويس وقورتهم وبقوا معايا جاهزين بالشكل ده. هنبدأ نحشيهم. بس عايزة اقول على حاجة. الكوسة لو طويلة تقسميها نصين علشان ما تتكسرش منك. بتسيبي حتة صغيرة من الراس بالشكل ده وبتقسميها 2 لما تكون طويلة. تاني حاجة الكوسة ترش لها حتة ملح صغيرة كده من جوه، بتطعمها وتخليها حلوة. يبقى هنحشي من غير ما نكبس علشان الهواء اللي جوه المحشي يسوي كويس، الرز ما يكونش معجن ولا مكتل. هننضف المحشي بتاعنا ونسيب الربع الفوقاني فاضي. نحشي كل الخضار بالشكل ده وهرصه في الحله. اهم حاجه برضو تدوقي خلطه المحشي قبل ما تحشي بيها، تشوفيها تديها احيائها المظبوط علشان المحشي بتاعك يطلع حلو. قبل ما ارص المحشي في الحله كنت رصيت شرايح فلفل وطماطم وبصل، بتدي طعم حلو قوي للمحشي. غليت ميه معايا، او لو حضرتك عايزه تحطي شوربه حطي. انا عاملاه النهارده صيامي، فغليت ميه، حطيت لها مكعب مرقه خضروات، حطيت لها معلقتين 3 من الصلصه اللي انا كنت عاملاها للمحشي، وظبطت ملحها وهبدا ادلقها عليه. في محشي البتنجان والكوسه والفلفل احنا بنضيف الميه لحد النص بس، لان الخضار ده كله بينزل ميته. المحشي بيتعامل معاملة الرز في التسوية، بحطه على نار عالية الاول وبسيبه لحد ما يقرب يتشرب، وبعدين بهدي النار خالص واسيبه ياخد راحته في التسوية. لو افتراضا زادت منك المية في المحشي والمحشي خلاص استوى ممكن تصفيها، مفيش مشكلة. ده شكل المحشي بتاعنا بعد ما استوى. ريحته تجنن وطعمه حلو جدا. محشي اقتصادي بدون لحوم وبدون